قيادة هذا المدرب الوطني الراعي بأن تكون مباراة للذكرى وليست للنسيان، مباراة للمتعة، مباراة للإثارة، مباراة للتشويق، مباراة لإشباع رغبة الجمهور اليمني المحب والعاشق للساحرة المستديرة. إن شاء الله يخرج من المدرجات وهو سعيد وهو فرحان. المنتخب السعودي حضر بكامل أسماء بكامل نجومه من حارس المرمى حتى رأس الحربة. عندما نتكلم على الداعية في حراسة المرمى، لما نتكلم على نواف الطميات، لما نتكلم على ياسر القحطاني، لما نتكلم على الشلهوب، لما نتكلم على خالد عزيز، وكذلك رضا تكر والمنتشري، وكلهم موجودين. الأسماء الكبيرة السعودية متواجدة اليوم في هذا اللقاء. نعم، لحظات بل ثواني في هذه اللحظة انطلقت الكرة وتدعرجت على أرضية ملعب علي محسن المريسي. شاهد وانتابع في هذه اللحظات الكرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب من دفاع المنتخب السعودي. هنا عبد العزيز على تنفيذ رمية التماس السعودية. المحاولة الأولى في الدقائق الأولى، نواف الطمياط والتصويبة الأولى السعودية، ولكن تعلى العارضة بفارق ياردة فقط من هذا النجم الكبير. أجمل مصلحة المنتخب الوطني اليمني أكرم الورابي، يلف ويدور، ينقل كرة أمامية جميلة للكعب رائعة من النونو. ما زالت المحاولة، ممكن تصويب. الداعية يسيطر على الكرة. نعم، محمد الداعية سيطر عليها في اللحظة المناسبة. عادت من جديد يمانية. علي العمقي في هذه اللحظات، ممكن عرضية، نشاهد ونتابع عرضية. يا سلام على رصيد النونو أراد بأن يسجل أول أهداف هذا اللقاء. نعم، الكابيتانو الهداف الأسطورة اليمانية علي النونو، اللاعب المرعب، مرعب الحراس دائما، هو لاعب هداف. نعم، لاعب بصراحة من أفضل اللاعبين اللي مروا على الكرة اليمنية. ولما نتكلم على نجوم الكرة اليمنية، نجوم سريع. الورابي بالانطلاقة، ممكن تمرير، لا يفضل الدوران. الآن يصوب من مسافة بعيدة، سهلة كانت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. منتخبنا يقدم أداء كبير وجميل إلى هذه اللحظة. أعزائي المشاهدين أينما كنتم وأينما تواجدتم، نشاهد الآن ياسر البعداني المونديالي الخطير الفنان. ما اكتملت هذه اللعبة. نعم، سيطر عليها الاخطبوط السعودي محمد الداعية. شاهد العرضية الراسية كانت متواجدة، ولكن الداعية يخلصها. تعود من جديد الشلهوب، نقلة سريعة لمصلحة المنتخب السعودي. ياسر القحطاني حيران، الكرة ضاعت منه، هربت منه، عادت لمصلحة منتخبنا اليمني، رجعت من جديد. سوى ما حدث. نشاهد ونتابع الشلهوب من مسافة بعيدة. الشلهوب الموهوب أراد بأن يسجل الهدف الثاني، لكن لا، الكرة عدت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. اللاعب الخطير الفنان، لاعب نادي الهلال. نشاهد ركلة ركنية لمصلحة منتخبنا. علي العمقي، هذه راسية حلوة الراسية، ولكن الاخطبوط السعودي بيسيطر عليها في اللحظة المناسبة وفي التوقيت المناسب. نقلات يمانية جميلة، انطلاقة إلى الأمام والتصويب. الله على حارس المرمى. نعم، حارس كبير من أفضل الحراس بالقارة الآسيوية، حارس محمد الداعية، وهو دائما ما يقدم مستويات كبيرة مع المنتخب السعودي. نشاهد ونتابع لين علي العليين، علي العمقي وكذلك علي النونو، على تنفيذ هذا الخطأ من مسافة ليست بالبعيدة بل إنها قريبة. فهل نشاهد أول أهداف منتخبنا الوطني؟ كان قريب جدا من تسجيل أول الأهداف، لكن الآن العمقي يقف أمام تنفيذ هذا الخطأ. علي، والتصويبة سهلة جدا عند الاخطبوط الداعية. نشاهد البعداني من جديد، بيحاول ينقل كرة لكنها مقطوعة، عادت جاء من جديد. نشاهد ونتابع الكرة، ما زال العراك بين المنتخب السعودي والمنتخب اليماني. هنا ياسر البعداني، عرضية، كيف مرت هذه الكرة، كيف عدت هذه الكرة. نعم، كانت خطيرة جدا لمصلحة منتخبنا الوطني اليمني بعد عرضية جميلة من اللاعب ياسر البعداني. من سددها بالراس. نشاهد ونتابع، هذه العادة منها الإفادة لنا ولكم أعزائي المشاهدين. على ما يبدو هو النونو
دقيقة واحدة فقط محتسبة كوقت بدل ضايع، وضاعت هذه الفرصة السعودية. نعم، وضاعت هذه الفرصة السعودية، كانت خطيرة جدا. المنتخب الوطني اليمني بصراحة الشوط أول كبير، شوط أول جميل. هل ينهيها المنتخب السعودي؟ لا، هذه يمنية. الشوط الثاني في إثارة من البداية. علي العمقي يريد بأن يسجل أول أهداف منتخبنا، هدف تعديل النتيجة، لكن الكرة راحت من جديد إلى خارج أرضية الملعب. نعم، من جديد إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السعودي. نعم، هنا في صنعاء المنتخب السعودي متقدم بعد دقيقة بلا شيء، ونواف الطنياط يريد أن يضيف الثاني من خطأ من خارج منطقة الجزاء. نشاهد ونتابع، هل يسجلها؟ هل يسكنها؟ هل يعلن على هدف تعزيز النتيجة؟ هذه الكرة تلتعب، ولكنها عدت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. نعم، كانت نوعا ما بعيدة عن المرمى. نشاهد ونتابع الآن، هذه الكرة أمامية منقولة لمصلحة منتخبنا اليمني، يحاول بأن يسجل هدف تعديل النتيجة. هذه تصويبة من مسافة بعيدة، ولكن غدت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، مرت. نعم، عادت من جديد لمصلحة المنتخب السعودي، نقلات سريعة. نعم، تناغم جميل هنا. صويلح يلا صويلح، نشوف نتابع، يلف يدور على نفسه، ما زالت المحاولة سعودية. هذا